طبيبة نساء وتوليد تنهي حياتها بحبة سوسة الغلة، وأسرتها تتحدث بالمفاجأة التالية. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. أخبار هذه الحلقة تتعلق أو حادثة اليوم تتعلق بفاجعة كبرى، لما طبيبة نساء يعتبر أعلى كلية في الدولة. كلمة طب يعني القمة في اللغة الإنجليزية، لما نقول طب يعني القمة، أعلى حاجة في الكليات كلية الطب. عندها 27 سنة تنتحر بحبة سوسة القمح. يبقى قول على الدنيا السلام، قول على الدنيا السلام. طبيبة عندها 27 سنة ومعروفة، شغالة في مركز طبي للنساء والتوليد بمركز الباجور محافظة المنوفية. بلعت حبة سوسة القمح فجأة كده في وسط زمايلها، ملحقوش يسعفوها. بلغوا شرطة النجدة، وشرطة النجدة بلغت أو أرسلت إشارة للسيد العقيد حسن النشال مأمور قسم شرطة الباجور. والعقيد حسن النشال مأمور قسم شرطة الباجور أرسل إشارة للسيد مدير أمن المنوفية اللواء عمرو رؤوف. ما كان به إلا أن اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية وجه باتخاذ اللازم. ضباط كبار ذهبوا إلى مكان الحادث بالتعاون مع المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز شرطة الباجور. المباحث الجنائية والبحث الجنائي والأدلة الجنائية وضباط مباحث قسم شرطة الباجور كلهم حضروا مكان الحادث، لكن معاهم سيارة إسعاف ملحقوش الطبيبة، لوها ميتة. شوف لما تكون طبيبة واصحابها ما قدروش يسعفوها، جابوا الشرطة، بعتت الشرطة جابت أهليتها، أمها وأبوها وأخواتها وقرايبها. والديها قالوا إن هي كان عندها تعب نفسي من فترة، وأقدمت على مثل هذا الأمر من ذي قبل، لكن تم الحاقها، إحنا لحقناها. فهي استغيبتنا وخلت البرشام حبة سوسة القمح دي، توفت في الحال. ما كانش لها أي خصومة، ما كانش حد مزعلها. قالوا ما فيش حد خالص مزعلها. تم إرسال جثمان الدكتورة الطبيبة الشابة دي إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بالباجور، مركز الباجور، تمهيدا طبعا لتوقيع كشف الطبيب الشرعي والصفة التشريحية واستخراج تصريح الدفن لمواراتها الثرى عند أهليتها. النيابة العامة اتخذت كافة التدابير القانونية والإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة المأساوية. لكن الدروس المستفادة من مثل هذا الأمر اللي يخلي طبيبة وطبيبة نساء من أعلى الأقسام إنها تنتحر؟ شاب عنده 27 سنة، لأن الدنيا أساسا مش مستاهل حاجة خالص إن حد ينتحر، لأن الانتحار ده بحد ذاته دخل تحت بند إن الإنسان مش راضي باللي يسموه لربنا، فيه ضيق في صدره، حد مكيد عليه، مش عارف يمشي شمال ولا يمين، الضمنة قفلت معاه، أصبح يقول لك أنا هاخد برشامة قمح، هسمي نفسي وموت نفسي واستريح من الدنيا وحسابها عند ربنا. طيب أهليتها كده وأبوها وأمها وأخواتها بيقولوا ده هي كانت مرت قبل كده بضائقة نفسية وكانت هتبلع برشامة واحنا لحقناها. طب ما كنتوا عرضتوها على دكاترة نفسيين، لأن الدكاترة النفسيين دولة ده تخصص زي القلب، زي الجراحة، زي المسالك، زي كذا كذا، زي العيون. كان واجب عليكم وديتوها لدكاترة نفسيين وقربتوا منها وشفتوا وجعها ومشكلتها واللي مضايقها، مش تنفخوا في النار تقولوا ده حصل قبل كده واحنا اللي سبناها، حصل قبل كده واحنا اللي سبناها واحنا لحقناها. طب لحقتوها بعدها، ولما هي أقدمت على مثل هذا الأمر من ذي قبل ما حددتوش عليها لا وقفتوا معاها؟
ما انتوا عارفين فضلتوا سايبينها لحد ما جت الطوبة في المحطوبة والفاس وقعت في الراس وموتت نفسها وسمت نفسها رحمها الله. الناس تقول لك ده دكتورة، اللي ناقصها لما دكتورة هتموت نفسها بحبة سوسة القمح، ناقصها ما الناس الغلبة تعملها دي، ملهاش دعوة بدي. واحنا قلنا من ذي قبل اللي يكون ده على خلقه ولا نفسه ولا حد مقيد عليه يصلي على النبي كتير، لأن الصلاة على النبي دي تنير القلوب وتطهر الفؤاد، ويعني تكتر الخير في البيوت، ويعني تذهب كل غضب الشيطان وتنير الوجه من الصلاة على الحبيب. يا سيدة الفاضلة، يا سيد الفاضل، كل اللي يبقى تعبان من حاجة يصلي على النبي يشكر ربنا، والله بكتر الأرزاق، وفي نفس الوقت بتذهب الهم والغم عن الإنسان. من هنا بنناشد بقى احنا وزارة الزراعة ان حبة سوسة القمح القاتلة دي ساعات تطلع بجدول ويكون لها أماكن معينة. مش النهاردة جميع الصيدليات البطرية والصيدليات الدوائية كلها مليانة، اللي تزعل من جوزها تجيب حبة سوسة القمح، اللي واحدة تخطب واهلها مش راضين يدوها لخطيبها تبلي حبة سوسة القمح. الكلام ده اللي يزعل من مراته يبلي حبة سوسة القمح. تبص تلقى النهاردة عشرات بيموتوا بحبة سوسة القمح القاتلة. طب دي حاجة قاتلة المفروض ما يطلعش الا بتصاريح معينة ويبقى لها أماكن معينة تتباع فيها. لما طبيبة النهاردة زي دي تبلع حباية وتخلص من نفسها، يبقى قول على الدنيا السلام، قول على الدنيا السلام. يعني طبيبة نساء شهيرة وتسم نفسها، يبقى دي يئست من الدنيا خالص، خلاص الضمن قفلت معاها. رحمها الله وغفر لها. أعزائنا لوالديها وأقاربها وأسرتها وزوجها، دمتم في أمان الله.